بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هكمل مع بعض يا جماعة دورة الفراخ البيضاء. آخر فيديو أنا نزلته من فترة كان اليوم ال17 من عمر الفرخ الأبيض، طبعا بخلاف الفيديو الأخير اللي أنا نزلته عن الخنفرة وصوت الضفادع. بس هكمل الدورة كلها كاملة عشان الناس اللي هي متابعة معايا الدورة من أولها وعايزة تكمل باقي البرنامج، لأن في ناس سألتني فعلا وقالتني فين باقي الدورة، وإن أنا متابعة مع حضرتك. وعلشان متابعيني قررت الصراحة إن أنا أنزل باقي البرنامج. هقولكوا في الفيديو ده على الأدوية المهمة اللي هتنزل بداية من اليوم ال18 لحد اليوم ال22 من عمر الفرخ الأبيض. أدوية مهمة علشان نتفادى بعض المشاكل اللي ممكن تحصل عندنا في الفراخ. تابعوا معايا كده الفيديو للنهاية، ولو انت بتتابعني لأول مرة ياريت متنساش الاشتراك وتفعيل زر الجرس. الحاجة الضرورية اللي احنا لازم نعملها في العمر ده يا جماعة ان احنا لازم ننزل للفراخ جرعة مضاد حيوي تنفسي. الجرعة دي تنزل سواء اذا كان في مشكلة في الفراخ تنفسية وانت بتعالجها او مفيش اي مشكلة والفراخ الحمد لله تمام، ما عنديش اي عطسة او اي خنفرة في الفراخ، بس هننزل الجرعة دي كوقاية. ليه؟ لأن الفراخ في العمر الكبير معرضة إن تحصل عندها مشكلة تنفسية بسبب الفرشة، بسبب قلة التهوية، خصوصا إن إحنا في الحرارة. فعشان كده إحنا هننزل الجرعة دي وقاية في اليوم ال18 واليوم ال19. هننزل المضاد الحيوي يا جماعة بالليل، هننزل 8 ساعات بس بالليل، وبالنهار هننزل منشط كبد وغسيل كلى ومضاد سموم. الأول ننزل مضاد السموم وبعد كده ننزل بعديه المنشط والغسيل. طب أنواع المضادات الحيوية اللي احنا هننزلها، لأن في بعض الناس بتسأل أي مضاد حيوي تنفسي موجود عندك نزله. يعني لو عندك التيلوزين مثلا من التحضير نزله، عندك الإيريثرو نزله، عندك الإنرو نزله، عندك الدوكسي نزله. لو انت ما عندكش أي حاجة من المضادات دي هات الدوكسي، كويس ومناسب في العمر ده، بس ما تنزلش منه غير نصف جرام بس، لان الدوكسي من المضادات الحيويه التقيله اللي ممكن توقف معانا الكلى. فلازم تخلي بالك وانت بتنزل الجرعه ان انت ما تزودهاش. وزي ما بقول لك بركز بالنهار هننزل منشط كبد وغسيل كلى ومضاد سموم، ده اليوم ال18 واليوم ال19. اليومين بقى اللي هما اليوم ال20 وال21 دلع انت بقى الفراخ بنفسك، يعني الموجود عندك نزله. حابب تعمل خلطة بصل وثوم تحصرها وتصفي المية وتحطها على المية وتحط الطفل على العلف، تمام يمشي. حابب تعمل ينسون، اليانسون كويس جدا للأمعاء يا جماعة، مهضم وكويس. حابب تعمل ليمون وخل، حابب تعمل ليمون وثوم، حابب تعمل حلبة، تعمل نعناع. المشروبات اللي احنا بنتكلم عنها ان هي مفيدة وبترفع المناعة وبتهدي النهجان، الحاجات دي كلها انت اشتغل عليها في اليومين اللي هما لحد اليوم ال21. على اليوم ال22 بقى لحد اليوم ال25 هنبتدي ان احنا ننزل جرعة كوليستريديا وكوكسيديا، دي يا جماعة الجرعة التانية. وبرضه بركز عليها وما تقوليش ما عنديش اسهال، المعوي عندي كويس. برضه الوزن هيتأخر لو انت ما نزلتهاش. ويا ريت بقى تنزل قبلها كده جرعة منشط كبد وغسيل كلى تاني عشان المضادات الحيوية ما تتعبش الكلى. وبرضه بعد ما تخلص الجرعة هتنزل منشط وغسيل تاني. بالنسبة بقى للعلف، خلطة البصل زي ما بقولك هتضيف جنزبيل نص معلقة صغيرة على كيلو العلف، معلقة صغيرة من الكركم، معلقة كبيرة من الشيح والكزبرة والكمون المطحونين. الحاجات دي كلها مفيدة في العمر ده بالذات، اشتغلوا عليها. ده كان فيديو النهاردة، يا رب يعجبكم. ياريت التفاعل يزيد كده شوية يا جماعة على القناة. في نهاية الفيديو تحية طيبة مني لكل المتابعين.